بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الظاهر انه شو علينا بزاف، فاتصلوا بيا اخوة قالوا لي لازم تعاود الفيديو، هذه مهمة. ف رانا نعاودوا، ان شاء الله تكون فيها منفعة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلت في اول الكلام، اولا نتحمل كل المسؤولية على التصريحات اللي قمت بها منذ التسعينات، منذ بدأت الكلام الى غاية اليوم. كل كلمة قلتها في إطارها في وقتها نتحمل المسؤولية نتاعها. كل كلمة قلتها في وقتها وفي إطارها نتحمل المسؤولية نتاعها. لأنه احنا ما تكلمناش باش نكونوا عندنا منصب ولا نكون عندنا شيء، تكلمنا باش نحميو الشعب الجزائري في ذلك الوقت. فنزيد نقول كل كلمة قلتها في وقتها منذ أن بديت نتكلم نتحمل المسؤولية نتاعها. ثانيا، الحملة هذه اللي رانا نشوفوها من قبل اللي راكم شفتوها بعد الفيديو الأولاني حول الشيء اللي صرا، الحملة قاموا بها فلول نتاع الدراس اللي هما عبد الحميد حسين المدعو حسين بولحية، حداد عبد القادر المدعو ناصر الجن، والناس براهيمي المدعو مدهون الناس. والشيء اللي هبلهم، الشيء اللي خرجهم على عقلهم جنود فرنسا هادو، مش الشيء اللي قلته على الرئيس، مش اللي قلناه بالنسبة وشاوصاري ولا الدستور ولا لا. الشيء اللي هبلهم هو الكلام اللي تكلمته على حكاية المقابر الجماعية اللي قبروا فيها مئات نتاع الضباط وصف الضباط. نقول مئات، راني عارف شو راني نقول مئات من الضباط وصف الضباط، لأنه التصفية نتاع الجيش الوطني الشعبي بدات كما قلت من 92 إلى 95. تصفية كانت ممنهجة باش يصفيوا الجيش الوطني الشعبي من الوطنيين اللي فيه، دير فرنسا واش تحب. يعني لما الناس تقول احنا هاجمنا الجيش، الناس تحب تغلط الناس، يعني الجهات حابه تغلط الشعب الجزائري وتقول بلي احنا في ذلك الوقت كنا نضربوا في الجيش. هذا غلط، لأن الجيش اللي ضربناه هو جيش نزار وبالخير اللي قاموا بانقلاب مع جهات فرنسية في وزارة الدفاع. جنرال روندو وشارل ماركياني وغيرهم اللي كانوا محاضرين في وزارة الدفاع باش يشرفوا على الانقلاب. هذا هو الجيش الخاين اللي حاربنا هنا، الجيش اللي دخل الجزائر في دورة دموية عظيمة ما رحموا حتى واحد، جيش الفتنة. ولما نقول جيش ما نتكلمش على الصغار، نتكلم على القيادة الخائنة اللي كانت فيه، اللي خانت الشعب الجزائري وخانت الشهداء، واللي كانوا داخلين في فتنة ممنهجة دارتها فرنسا باش تقضي على الوطنيين. احنا لما تكلمنا على جيش نزار اللي فيه مخابرات مغروسة فيها فرنسا، كما قال العقيد العربي الشريف الله يذكره بالخير، واللي ذكروه وتهمته يعني جهات باطل لأنه تكلم قال الحق وهددوه لأنه قال الحق. هددته الناس اللي كانت تقتل، تسكت ولا تجوز. احنا تهجمنا على مخابرات، على الجيش تاع مخابرة نزار اللي قتلت بوضياف وقاصدي وسعيدي فوضيل ورضوان صاري ومحمد بوتيغان ومحمد طواهري والهاشمي توابيح، ومنهم المئات كما قلت، منهم المئات. ونفتح هنا قوس ونقول انه اللي راهو يرمز بانه الاخ قايدي راهو مهدد، راهو يقولها لانه ما سمحوش القايدي لما قال باللي احنا كنا نقاتلوا وهما يقاتلوا واحنا نقولوا الله اكبر هما يقولوا الله اكبر وكناش على بالنا شكون اللي على حق. هذه ما سمحوهالوش. كيفاش تقول هذا الكلام؟ كيفاش تقولوا؟ ما سمحوهالوش.
وصح ما سمحوهالوش. نقول كذلك أنه المخابرات هذه، وشي هذا اللي نسيت ما قلتوش في الفيديو اللي فات، أنه مهري الله يرحمه لما جاء مسن في جديو لقاوه في المطار وداوه، مرمدوه تمرميده كبيره، ضربوه كسروا النواظر وسبوه سب عمره ما سمعوا. وبعدين راكم شفتوا واش داروا له، نحاولوا جبهه التحرير وداروا فيه ومرمدوه، يعني مرمدوه تمرميده كبيره. يعني انسان كيما هذاك سمع اللي عمره ما سمعه، ما كانش ينتظر انه هو المجاهد يتهان بهذيك الطريقه من طرف حاشاكم الكلاب نتاع توفيق. قلنا اليوم انه فيه قوى حابه ترجع للعهد القديم، باش يحكموا هذا الشعب بالذراع، باش تحكموا فرنسا بالذراع. ومن عثرات الرئاسه تعيين، نسيت ما قلتهاش من قبل، تعيين الجنرال الفاسد عبد العزيز مجاهد اللي كان حاشاكم كلب توفيق، واللي دافع على رجوع توفيق. فرنسا بحاجه للسيستم نتاع توفيق، المجرمين نتاعو حابين بالذراع يرجعوا الجيش، جيش نزار، حابين بالذراع يرجعوا نزار من المنفى نتاعو باش يستوليوا على الجيش، باش يحكموا بالقهر والدم. الحكايه اللي داروها تاع الدستور وكلها، يعني كل شيء راه صاري باش يعاودوا يستولوا على الجيش الوطني الشعبي. هذا هو الهدف الاساسي. الجيش كما حبوه هما، جيش بدون عقيده، بدون روح، بدون صلاه، بدون صوم، بدون شهاده، بدون شهداء، بدون ثوره مجيده. الشيء الوحيد اللي تحرص عليه فرنسا انه هذا الجيش اللي فيه اولاد الجزائريات الشريفات، هذو الجزائريات الشريفات اللي بعثوا الفلاذات الاكباد نتاعهم باش يحاميوا على الجزائر وعلى حدودها وكرامتها. هذا الجيش هذا العتيق حابين يرجعونه، حابين يرجعوه عفوا جيش ماسينيسا. نعم، ماشي زيغوت، ماشي جيش ديدوش، ماشي جيش عميروش، جيش ماسينيسا. رجال عندما تتكلم تكون قد كلامها، ما تتكلمش مورا العجار ولا مورا الملاية، تخرج طاي. ومستعد الآن ننزل اليوم قبل غدوة نقابل بهذا الكلام أي لجنة تحقيق مستقلة تكون عندها صلاحيات قضائية باش اللي دار يخلص واللي كان يكون. أي لجنة تشرف على حقائق وش صرا في التسعينات، وتشوف وش دار نزار، وش دار توفيق، وش دار طرطاق، وش دار حسن، وش قتلوا، وش نهبوا. تشوف هذه اللجنة الحقيقة اللي صرات. كاين شهود مستعدين يوقفوا ضد توفيق، مستعدين يوقفوا ضد طرطاق. الحاجة الوحيدة اللي حابينها أنهم يصفوا نفوسهم، مستعدين للمواجهة، مستعدين يعرفوا يقولوا وين راهي المقابر الجماعية، وين راهم الرفات. وقلت انه كاين فيه رفات راهي في البير نتاع السي بي ان وفيه عدة ضباط. احنا ما نقدرش نسكت على الخيانات، ماشي من شيامنا ان نسكت على الخيانات. والرجال تواجه، وحنا رانا نواجهوا قد كلامنا. نقول كذلك للناس اللي قالت عنده يستنى منصب ولا عنده طموح، أنه منذ أكثر من 10 سنوات عرض علي توفيق منصب، عرض علي توفيق أن يولي عقيد بكل أقدمية وكل يعني لاباي اللي كان ترجع، وكل بالمؤخرات بكل شيء. زاد بعث لي جبار مهنا كلمني عدة مرات، قلت له لا، حنا ما ناكلش الخبز تاع الحرام، حنا الشيء اللي قدمناه في سبيل الله، في سبيل الجزائر. ما ناكلوش حنا من هذاك الخبز تاع الخيانة ما ناكلوش. راهي ليكم سقموا الجزائر برك، كونوا رجال. وقلت لا للمناصب اللي راه الناس تتكلم عليها الآن.
اليوم اللي رانا فيه، ونظرا لظروف خاصة بي ما نقولهاش لأنها خاصة، حياتي راي ورائي، وعلى باب أن نلقى الله سبحانه وتعالى. حياتي راي ورائي. الشيء الوحيد اللي يجعلني نتابع المعركة مع فرنسا، مع فلولها، مع رفاقي، مع الرجال اللي راهم في الجيش الوطني الشعبي، الشيء الوحيد اللي يجعلنا نديروه هو العهد اللي أعطيناه، العهد اللي قطعناه مع الله سبحانه وتعالى وأعطيناه للرجال، الكلمة اللي أعطيناها للرجال، سواء اللي استشهدوا الله يرحمهم ولا اللي ما زالوا محافظين على الجيش، كل شهيد على الجمر. اللي يقول أنه هارون انقلب، هنا نقول له ما فهمت والو، لأنه رجال توقف مع الحق، توقف مع الحق فقط، توقف مع الحق، وما نقبلش بالعكس، ما نقبلش بالعكس، بغير الحق ما نقبلش. لما شفنا الأمور خرجت على المسار نتاعها اللي كان لازم تمشي فيه، هدرنا باش الشعب يعرف، ما بقيناش ساكتين. لو كان بقينا ساكتين وقبلنا بالدستور هذا كانت تكون الكارثة، لأنها معناتها حقيقة انقلبنا، حقيقة انقلبنا. ولكن لا، واقفين ضد الجزائر الفرنسية. لأن نرجع الآن لحكاية الخروج نتاعي، يعني خروج تاعي من الجيش، أو انشقاق تاعي من الجيش، اللي يقولك ديزيرتا. في الحقيقة في 89، عفوا، في 89 واحد النهار كي كنت في السي بي ام عيط لي الكوموندون عبد الحق الله يرحمه، قال لي روح ويستنى فيك الجنرال بتشين راه في دير ابراهيم. في ذلك الوقت كان توفيق هو اللي حاكم دي سي اس، كنت انا في دي سي اس. فرحت رحت لدير ابراهيم مع انه ما كانش المدير نتاعي، كان المدير تاعي توفيق. رحت لي شفتو، قال لي واش رايك لو كان تروح في اطار مهمه تعاون في اطار البرنامج نتاعنا وكذا، لان انا كنت خدمت ديجا في طاقرة عده اشهر في الميدان النووي في اطار الهندسه نتاعي، لان درت هندسه. قال لي واش رايك تروح؟ قلت له الله يبارك. فرحت في اطار هذا المشروع، قبلت، رحت في اوت سبتمبر 90، اوت سبتمبر 90، نهايه سبتمبر 90. فبدينا نخدموا، يعني ندير الدكتوراه تاعي ونخدموا مع كان الرائد تما كوموندون حبيب، يعني سوا ماس محمود الله يرحمه توفى في ظروف بين قوسين. فبدينا نخدموا، خدمنا يعني مليح، يعني جبنا امور للجزائر، امور كانت كثير مهمه كثير، يعني بالعقل خدمنا خدمه كبيره، يعني خدمه ما شاء الله. وصلنا الى غايه اننا واحد النهار كان واحد العامل روسي كان يخدم في روسيا، وكان خدم في عده بلدان منها ليبيا وكذا، وكان مختص كبير في المجال النووي. فقال عرض علينا امور، تكلمت مع حبيب وحبطت انا الجزائر. قلت لحبيب هاوليك واش كاين، حبطت الجزائر، رحت ديريكتور، رحت للسي بي ام اي، شفت كان تماك فارس كوموندون فارس، قلت له عيط للجنرال، قل له عيط لتوفيق، قل له راني لازم نشوفه حالا. قال لي واش كاين؟ قلت له ما نقدرش نقول لك، قلت له هو لازم يعرف. عيط قال له ابعثوا. فجيت، كان يعرفني على كل حال، لانه كان توفيق كيما كنت تماك في السي بي ام اي كان يجي دائما عندنا، كان تقريبا كل عشيه عندنا. المهم دخلت لعند توفيق، كان يستنى فيا، وكما قلت كان يعرفني. قال لي واش راك دير؟ قلت له راني كذا وكذا، لانه كيفاش رحت؟ قلت له هاوليك في اطار رحت فيه. فنخلع لانه ما كانش عارف، استغربت انه ما كانش عارف صراحه. المهم
قلت له مون جينرال، قلت له هاوليك، قلت له عندنا ان اجون هاوليك، جاب لنا امور، جاب لنا دي كومبوزون يدخلوا في اطار البرنامج النووي، في اطار انتاج قنبله ذريه. هاوليك واش كاين، ويعني كاين قدرات، كاين كذا، ممكن نديروا هذا وكذا وكذا. فهمته مليح. قلت له هاوليك يعني ونقدروا يعني البرنامج تاعنا ان شاء الله راح يكون، راح يربح سنوات. خزر فيا ومن بعد قال لي واش نديروا به. والله هكذا قال لي، يعني انا دخت. قال لي واش قال لي كيسكون غافير افيك سا، هكذا هو البيرو تاعو هنا، انا قاعد مقابلني، قال لي كيسكون غافير افيك سا. تبكمت، ما عرفتش يعني، جربت اني نفهمه، ما قاعد غير خزر فيا قال لي شوف، وصاني يعني هضر معاه هكذا. من بعد قال لي دير لي رابور، اعطيه لخالد. ورحت كيما درت، خرجت مصادف صراحه، خرجت مصادف تاع الصح. درت رابور تاعي، عطيته لخالد، ومن بعد عاودت وليت ما سمعتلوش. قعدت نخدم في اطار البرنامج، ونبعتو امور. يعني كان الشاف الكابيني تاع توفيق عطافي ذلك الوقت كان كوموندون، كان غير كيما كان كوموندون في 92، كان غير من بعد غير كيما طلع ليوتنون كولونيل. المهم كان عارف، يعني كنت اختار ندوز ليه نعطي له امور هكذا. وكان واحد النهار قال لي كي بعثنا واحد الامور، قال لي هذا الشيء وسع علينا، يعني بروبوزاه لنا واحد في الماريكان عنده مده، يعني حوالي 5 سنوات ولا في ذلك الوقت. قال لي ويتكلف، قال لي كان يتكلف 100 مليون ولا شيء هكذا. قال لي يعني مبلغ رهيب. يعني نخلع كيفاش جبناه باطل. كان فرحان، يعني كان يعرف الموضوع. المهم الخدمه تاعنا مشات مليح. وكان في 93 كان المدير دي اس او كان سعيد فوضيل الله يرحمه. كان عارف وكذلك واش كنت ندير، وكان عارف يعني انه الامور اللي نبعثوها للمعهد النووي في غايه الاهميه، مهمه جدا. والناس فرحت بها. وكان في ذلك الوقت المتابع للمشروع كان رضوان صاري الله يرحمه، كنت لقيت به كذلك. ففوجئت صراحة، أنه في جوية 93، ماشي بزاف بعد ما شفتو آخر مرة، قتلوه، صفاه طرطاق. جوية 93 صفاه طرطاق 93. في نفس السنة 13 أوت 93 أنا تعرضت لأول محاولة اغتيال. 10 أيام من بعد تقتل قاسدي مرباح الله يرحمه، وتقتلوا واحد اخرين ثاني. 93 قلت بلي انه بين 92 و 93 كانت مرحله رهيبه جدا، لانه فيها اللي تقتلوا بزاف الوطنيين. كانت سياسه ممنهجه ويحطوها على الارهاب. نفتح قوسين انه في 92 لما تقتل بوضياف الله يرحمه، كان خويا الصغير كان مسؤول على بومعرفي. حبطت انا، حبطت للجزائر كي صرات واش صرا باش نشوف، لانهم كانوا في الحبس. رحت نشوف توفيق ما حبش يشوفني، رفض انه يشوفني. قال للسكرتير نتاعو، قال له روح بعثونا عند اسماعيل. رحت لعند اسماعيل، اتصلت به، كروشيت معه اسماعيل. صار بيناتنا عياط، وبعد حاوزني قال لي راهو يقول لك، قال الجنرال دير افوكا وفرت. هكذا اسمح فيهم توفيق، اسمح في الناس اللي كانت حامية على بوضياف ورماهم. يعني هذه حكاية أخرى. فكانت أول أكروشاج معي بيني وبين اسماعيل، أكروشاج كبير، لأنه اسماعيل كان العامل نتاع فرنسا، هو اللي كان مشرف على كل عمليات تنسيق بين المخابرات الفرنسية والمخابرات تاعو، ماشي الجزائرية، المخابرات نتاع الخيانة. فمن بعد فهمت أنه في 93 بعد فهمت باللي اللي كان يبيع فينا اسماعيل، لأنه سمعوا الشيء اللي جبناه
وما جاتهم كبيرة أنه الفرنسيين يديكوفريو أننا رانا نخدموا مور ظهرهم لصالح الجزائر، كيفاش حنا رانا نعاونوكم رانا نساندوكم وكذا وكذا، وانتم راكم ديروا برنامج نووي على حسابنا وتخدموا ورا ظهرنا. فكانت كبيرة بالنسبة للعملاء نتاع فرنسا، بالنسبة لإسماعيل والجماعة وتوفيق. على هذيك اللي في 93 أنا تعرضت لمحاولة اغتيال، وكان قبلها كان سعيد فوضي الله يرحمه طلع لفرنسا لما صرا مشكل كبير وشافني، عطاني الوسم نتاعو، عطاني هضر معايا في لومباساد، لقيته تما قال لي لك ما كاين، هاوليك اتصل بيا في اي 24 ساعه، قال لي انا نقوم بالواجب باش نخرجك من تم. للاسف سعيد يفوضي الله يرحمه ما بطاش في الدياسو، حاوزوا مباشره بعدها، حاوزوا في توفيق راح من تم. ف كي حاوزوا عرفت باللي ما بقاتش بزاف وتصرى تغييرات. فكملت حتى دخلت انا بعدها بعد ما راح سعيد الفوضي الخدمه حبست تقريبا، لانه ما كانش ما اصبح خطر جدا، ما كاش ما عم تعمل في الميدان تاع النووي. عرفت باللي راهي خيانات كبيره. دخلت للجزائر في نوفمبر 94. ما هربتش كما يقولوا الناس، كنت قادر نروح لكن لا، كان على بالي بلي فيه اخطار، ولكن دخلت. كنت ظان انه توفيق راح ينصفني، توفيق راح يوقف بجنبي، لكن كنت غلط، لانه كيما خلى الناس كيما ابوندونا كيما يقولوا الجماعه اللي كانت مع بوضياف واحد اخرين كيما صفى الوطنيين في الدي ار اس، كيما خلاني انا صراحه، خلاني انا باش تنهش لحمي الكلاب نتاعو حاشاكم. فرحت كي لحقت تماك، رحت للمديريه نتاعي اللي هي الدي سي اس. كان المفروض اني نعاود نولي الدي دي اس، وين كان مشروع باش نلتحق انا بالدي دي اس، ومن بعد نروح نعمل الجزائر في الاي. هذا هو اللي عرضوا عليا من بعد، من الاول عرضوا عليا الجماعه. المهم كي رحت تلاقيت بكمال عبد الرحمن، قال لي نعطيك ميزون روت تروح لسي بي امي. انا جاتني مريبه صراحه. لما طلعت الدي سي اس انا طلع في الدروج نشوف واحد نعرفه عيط له، هذا اللي هكذا روح بالعقل. رحت ليه قال لي بالعقل راح يصفوك، قال لي في ودني راح يصفوك. فالتماك اللي عرفت انه الذهاب نتاعي للسي بي امي معناتها الموت، معناتها يصفوني، وانا ما كنتش على بالي كيفاش راح يصفوني، لكن من بعد عرفت كما قلت اخر فيديو، قلت راهي فيها امور باش يصفيو الناس، باش يصفوا الضباط ويقولوا جيهم ويقتلهم. فالتماك قررت مع الجماعه اللي نعرفهم اني لازم نروح. لو كان قعدت التماك كانوا يقتلوا خويا. ما كنتش قادر نقعد، كان لازم نروح، ما كانش عندي خيار. الناس اللي راح تقول فر من الجيش، انا ما فريتش من الجيش. المخابرات نتاع فرنسا اللي في الجزائر قرروا اللي كيديوني. علاش؟ لانني في الحقيقه مع المخلصين قررنا ان نخدم من اجل الجزائر. هذه هي الحقيقه، واللي حب يسمع الحقيقه يسمع من عند الرجال، يجي للرجال ويسقسيهم واش كاين. هذه الحقيقه اللي ما يعرفوش، حتى في قياده في الجيش اليوم ما يعرفوهاش. قياده في الجيش اليوم ما يعرفوش هذه الحقيقه اللي صرات، لانهم يعرفوا حقيقه اخرى، حقيقه تاع الدي ار اس اللي داروا ملف وبعتوه، هذا خائن. المهم هذه هي حالتي مع الدي ار اس، ونقول كذلك، نقول اني مستعد، نزيد نعاودها اني مستعد نحب غدوه للجزائر باش نقابل بهذه الحقائق توفيق، طرطاق، اي واحد. لاني كما قلت الرجال لما تتكلم تتحمل المسؤوليه، الرجال لما تتكلم تكون قد كلامها. احنا ما رانيش انا في الخارج باش ندير دراهم من الفيديوهات وباش نديروا السيتوياسيون كما يقولوا، باش نديروا كذا وكذا، لا ابدا. احنا خرجنا من اجل الموقف، خرجنا من اجل الجزائر فقط، هذا ما كان. ولاو السلطات
حطت لجنة تحقيق تاع الصح، تحب بها الخير، تحب بها أنها الشعب يعرفوا واش صرا، ونتحداهم أنهم يديروها، نتحداهم بأتم معنى الكلمة أنهم يديروها. والله الذي لا إله إلا هو ما مقعد هنا دقيقة، لأني خلاص يعني قلت راني في مرحلة من حياتي وين حياتي راهي مورايا لأسباب ما نقولهاش. وصلنا نهار وين حفيد نتاع حركي وزير داخلية ماشي حتى وزير خارجية يجي للجزائر ويحط نوار على الجنود الفرنسيين اللي ماتوا من أجل فرنسا، ماتوا هما يقتلوا في الشهداء نتاعنا، ماتوا هما يغتصبوا في النساء نتاعنا، ماتوا هما ينتهكوا الحرمات نتاع الجزائريين والجزائريات. هاد الجنود اللي قتلوهم الشهداء هو يترحم عليهم في بلادنا. شفتوا رخص أكثر من هذا؟ شفتوا رخص؟ لو كان الشهداء فقط يشوفوا واش صرا، يعرفوا واش صرا، انه يجي النهار وين وزير تاع داخلية فرنسا يترحم على الجنود تاع فرنسا في أرض الجزائر بينوار، جنود اللي اغتالوا 1.5 مليون شهيد، فوق أرض 1.5 مليون شهيد، ويزيد وزير شؤون دينية حاشاكم، وزير قراقوز يزيد يكرمه، مع أنه هذا الوزير سب الدين تاعنا، سب النبي تاعنا عليه الصلاة والسلام، مرمد الإسلام في بلاده، مرمد ديننا في بلاده، ويجي وزير شؤون دينية يكرمه. يعني واش بقى؟ واش من كرامة بقات؟ واش إهانة فوق هذه الإهانة؟ نكرموا حنا واحد يسب فينا ونكرموه. يعني تصور أنه واحد مثلا حشر رجال يغتصب مرتك، يغتصب يماك، اختك، بنتك، يروح ويولي تعرضوا انت لدارك، توكلوا، تشربوا، تضيفوا، تقيم به، تقوم به، تكبر به، وتعطي له الكادوات، تقول له روح يا سي الله يكتر خيرك. هذا هو واش صرا حقيقة، هذا هو واش صرا. اللي في نفسه ذرة كرامة، في نفسه ذرة كرامة، عنده ذرة شرف، اللي ما يقدرش على المسؤولية ما يقعدش فيها، يخلي المسؤولية للرجال، يخلي المسؤولية للرجال. لأنه اللي يقدر الجزائر، اللي يعرف قيمة الجزائر، يعرف أنه الجزائر تسالنا الهواء، الماء، الشمس، الخيرات، وتسال لكل واحد فينا التراب اللي راح يندفن فيه. كاين فرق بين دولة البارونات والشواكل حاشاكم، كاين فرق بين دولة البارونات ودولة الرجال. إذا كان يتعلق الأمر أنني راح نخير بين أشخاص وبين الجزائر، مهما كان الأشخاص، مهما كانوا، دايما خير الجزائر مهما كانوا، لأن الجزائر تبقى الأشخاص تروح، لأن الجزائر تبقى الأشخاص تروح. دفاع الجزائر على عرضها، على شرفها، على مقوماتها، على سيادتها، يجي أولا بنزاهة المسؤولين نتاعها، الرجل المناسب في المكان المناسب. والمسؤولية لما تنحط في إنسان ما يستهلهاش راح تصبح كارثة كما رانا نشوفوا اليوم، راح تصبح كارثة كما رانا نشوفوها اليوم. دولة القانون تبدأ من الفوق وتحبط، ماشي العكس، لأنه إذا اللي الفوق خرجوا على القانون وترببوا على اللي راه من تحت ونقضوا العهود، هذا يتسمى استبداد، تسمى مافيا. وإحنا اللي قال أمام الجزائريين قوموني نصحناه، لأنه الأولى أننا إحنا نحاسبه هنا قبل ما يحاسبوا اللي راهو في السماء، قبل ما يتحاسب عند ربي سبحانه. واللي كل حاجة فوق تراب هي تراب، كل شيء فوق تراب هو تراب، ما يدوم غير الله. الناس اللي حابة تعيش تخبي رصانها وما تشوفش الحقيقة، هذاك شغلها.
تحب تغطي راسها وما تشوفش الحقيقة، هذاك شغلها. لكن نهار يفطنوا الفطنة راح تكون صعيبة، لأنه هذه الفطنة راح تفتح لهم عينيهم على الجزائر ما تكزيستيش، ماهيش موجودة، على شيء آخر، على دين آخر. احنا عندنا الكرامة ما تتشراش، النزاهة ما تتشراش، الشرف ما يتشراش، كلها عندها ثمن، واللي يحبها يحب يحافظ عليها لازم يدفع الثمن. وهنا الفرق بين الرجال وبين الشميت. الرجال تدفع الثمن والشميت تبيع، تعرف غير تبيع فقط. احنا ما نبيعو ما نشريو، لأنه بن مهيدي وجماعته والرجال ما باعوش، ما خانوش الله يرحمهم، ما خانوش الله. ولما قلت آخر مرة أنه تصوروا أنه بن مهيدي الله يرحمه واش عانى، واش قاسى، واش اللي صبروا على العذاب اللي قام به، اللي جاز عليه عفوا، واش اللي صبروا على هذاك العذاب؟ صبروا الأمل، صبروا الإيمان بالله، صبروا الأمل أنه فيه رجال راح يخرجوا يحافظوا على الجزائر ويعرفوا قيمتها. تحية الجزائر والمجد والخلود شهداء الأبرار، والسلام عليكم.